السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل مع بعض أكلة سهلة وبسيطة وحلوة قوي قوي قوي. رحت بقى السوق وجبت شوية الخضار اللي انتوا شايفينهم دول. هنعمل مع بعض النهاردة صينية خضار كده مشكلة، وهنعملها بالصلصة وباللحمة، وهنعمل ملوخية وهنعمل رز. وبصوا بقى تابعوا الفيديو. هنعمل غدا النهارده سهل وبسيط وحلو قوي قوي قوي. اهم حاجة عايزاكم تحطوا لايكات كتير جدا جدا، يعني حطوا اللايك دلوقتي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو عشان خاطر ما تنسوش اللايك. طيب انا رحت السوق بقى ايه، جبت زي ما انتوا شايفين بقى كوسة، وجبت جزر وفلفل وطماطم وبطاطس. وانا عندي خضار هطلعه برضو من الفريزر مفرزناه بسله وعندي فاصوليا. فطبعا اول حاجه عملتها ان انا غسلت الخضار كله مره واحده، وبعد كده هبتدي بقى ايه ان انا اقشر الجزر زي ما انتوا شفتوا كده. قشرت الجزر بتاعي، وادي الكوسه بتاعتي كده. هبتدي ان انا احكها كده، واديتها غسله كده محترمه، وهنبتدي نقطع الخضار بتاعنا. زي ما انتوا شايفين بقى هنا الكوسه بتاعتي هبتدي ان انا اقطعها، يعني قسمت الكوسه كده على اتنين وهبتدي اقطعها. طبعا التقطيعه زي ما تحبي بقى، عايزه الخضار بتاعك يكون تقطيعته صغيره او كبيره، يعني دي حاجه ترجع لك. وبالنسبه للجزر طبعا الجزر هنا عشان رفيع، فانا شقيت الجزريه على اتنين وابتديت ان انا اقطعها مكعبات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. يعني بصراحة ربنا كل يوم الواحد يصحى من النوم كده بيبقى في حيرة هيعمل أكل إيه وهيعمل غدا إيه. الغدا بقى صعب قوي في عمايله، ومنبقاش عايزين نعمل حاجات مكررة. فعلى قد ما بنقدر بقى بنحاول إن احنا نعمل أكلات مختلفة عشان خاطر ما نزهقش. وطبعا في الحر انتوا عارفين احنا مش بنكتر، يعني أنا شخصيا مش بحب أكتر في الطبيخ كتير قوي قوي، يعني ممكن بطبخ مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. والباقي بقى بنعمل حاجات بقى ايه نواشف او الاكلات اللي هي بتبقى سريعه دي، لان الطبيخ او الخضار ما بيتاكلش، اما بعمله في الصيف مع الحر مش بيتاكل. زي ما انتم شايفين هنا بقى عندي بسله كنت مفرزناها، وادي فاصوليا اهي خضراء برضو كنت مفرزناها. والخضار هنا قطعت الكوسه والجزر والبطاطس. وهنا معانا بقى حله على النار، وحطيت فيها شويه من الزيت على قطعه من الزبده او السمنه. واول حاجه هنبتدي ننزل بيها هي البسله والفاصوليا، طبعا عشان هما طالعين من الفريزر، فهحاول ان انا افككهم هما الاول اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت اهو. وبعد كده هنبتدي ننزل بالخضار بتاعنا، ونبتدي بقى ايه نقلب فيه كده من تحت لفوق لحد ايه لما يتشوح معانا ويدبل اهو. وتبقى ايدينا بقى فيه من تحت لفوق. وطبعا انت لو مش حابه تعملي الخطوه ديت، ممكن ان انت الخضار بتاعك دوت تسلقيه في شويه ميه، بس يعني ايه نص سلقه كده، تمام. او تشوحيه، يعني معاكي الطريقه دي ومعاكي الطريقه دي، بس انا بصراحه بحب ايه ان انا اشوحه كده، اخده تشويحه كده على البوتاجاز. معانا بقى هنا حله تانية، وحطيت فيها الزبده بتاعتي، ونزلت بالبصل كنت فرماه اهو، وهبتدي ان انا آه، اشوح البصله كده لحد لما تدبل. ونزلت بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، ونقلب الكلام ده كله على بعضه. وبعد كده هنبتدي ننزل باللحمة، واللحمة هنا أنا كنت سلقاها. هنشوح اللحمة مع البصلة كده لحد ما اللحمة تاخد من طعم البصل، والبصل ياخد من طعم اللحمة، كله يخش في قلب بعضه كده. وهنا كنت عصرة بقى طماطم ومصفياها، وابتديت أنزل بالطماطم بتاعتي ومعلقتين كبار كده من الصلصة، ونسيبهم بقى ايه لحد يشكشكوا ويبكبكوا كده مع بعض اهو، ويتسبكوا بالشكل دوت. معايا هنا يعني نقول حوالي ايه 3 كبشات كده من الشوربة، ونسيبهم يغلوا غلوة. وبعدين نروح بقى للخضار بتاعنا، وحطيته اهو زي ما انتم شايفين في الصينية بالشكل ده. وطبعا هنا الخضار بتاعي مستوي نص سوا، تمام كده حبايبي. حطيت بقى الخضار وهبتدي انزل بالصلصة باللحمة كده على الخضار، ونوزع بقى اللحمة كده ونساوي الصينية بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت اهو. وطبعا هنا الصلصة عندي كانت يعني حبة صغيرين، فانا هنا معايا برضو صلصة، وهنحط يعني حوالي معلقتين كبار من الصلصة
على كبشتين كده من الشوربة وندوبهم مع بعض، وشوية من الملح شوية من الفلفل الأسمر، بس مش هنكتر ملح عشان احنا حاطين على الصلصة بتاعتنا. وندخلها بقى الفرن ونسيبها لحد لما تستوي. معايا هنا انا كنت حاطه شويه من الشوربه ومعلقه من الصلصه وسبتهم يغلوا كده غلوتين، وابتديت انزل بالملوخيه بتاعتي. كنت مخرطاها زي ما انتم شايفين، وهنديها تقلبتين كده. وبعد كده هنبتدي نعمل الطشه بتاعه الملوخيه اللي هي بالثوم وبالكزبره. واول حاجه زي ما انتم شايفين هنسيب بقى التومه كده لحد لما تدبل وتفك كده، لان زي انتوا عارفين انا مطلعه الثوم من الفريزر. وبعد كده هننزل بالكزبره الناشفه ونعمل التقليه بتاعه الملوخيه. وكده بقت حلوه قوي قوي قوي، ونبتدي نطش الملوخيه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل دوت اهو. ونديها بقى تقليبه كده ونسيبها على النار يا دوبك تاخد، اول ما تبتدي كده تاخد اول غلوه نطفي عليها. واهم حاجه ما تسيبيش المعلقه في الملوخيه ولا تغطي الملوخيه عشان ما تسقطش منك. وطبعا لو احتاجت شويه شوربه، لو شايفاها تقيله ممكن تزودي شويه من الشوربه. هنا هنعمل الرز بتاعنا، والرز انا هعمل رز ابيض عادي. حطيت قطعه من الزبده وحطيت شويه من الزيت وحطيت الرز كنت غسلاه واديته تقليبه وشويه من الميه والملح، وهنسيبه بقى ايه لحد لما يستوي كده الرز بتاعنا ونوطي عليه. وهنا زي ما انتم شايفين انا كنت طلعت الصينيه بتاعتي من الفرن، وعايزه اقول لكم شايفين، يعني عايزه اقول لكم كان طعمها حلو قوي قوي قوي. صينيه الخضار المشكل دي بصراحه بتبقى يعني حاجه كده فخر من الاخر. وعملت هنا الرز الابيض وعملت صينيه الخضار المشكله باللحمه، وعملنا كمان الملوخيه الخضراء، وده كان غدانا النهارده. وزي ما انتم شايفين الملوخيه بتاعتنا خضراء، بصوا ولوز اللوز.